بدات كأس العالم النسوية اللي فيها فريق واحد عربي ومسلم اللي هو المغرب، وبداو معاها المشاكل ديال البنات ديال الفيمينيست والجمعيات ديالهم. كيقولوا ان عيب ان هاد كأس العالم اللي بدات بضع اشهر من ورا ديال الرجال يكون الخلاص ديالهم والرواتب ديالهم طايحين والاجور ديالهم مهمشين. وهذا هو التساؤل المطروح، ما كاينش مساواة، لاعبين كره كوب دو موند وما كيتخلصوش بحال يلاه كيشدوا 25% من ديال داكشي اللي كيشدوه الرجال. علاش ما كايناش المساواة بين لعاب الرجال واللعاب النساء؟ خرج المنتخب ديال الدولة المنظمة أستراليا وخرجوا اللاعبات ديالو في هذا الفيديو. 736 footballers have the honor of representing their country on the world's biggest stage, this tournament. Yet many are still denied the basic right to organise and collectively bargain. Collective bargaining has allowed us to ensure we now get the same conditions as the Socceroos, with one exception. FIFA will still only offer women 1/4 as much prize money as men for the same achievement. احتجوا علاش العيالات كيتخلصوا يلاه الربع من داكشي اللي كيتخلصوا الرجال، واخا هي نفس التظاهره الرياضيه ونفس الاجور. اليوم غنهضروا على هذا الموضوع في حلقه جديده من اجي تعرف. من 20 جويل 20 غشت 2023 كاينه اكبر تظاهره نسويه في العالم في دوله استراليا ودوله نيوزيلندا اللي هي كأس العالم لكرة النسوية، اللي حامل اللقب ديالها هي دولة أمريكا. داوها في جوج نسخ الأخير، وهذه هي أول مشاركة ديال المنتخب المغربي في كأس العالم. وديع، أول مشاركة عربية في مونديال السيدات. صحيح، سنتحدث إذن عن المنتخب المغربي المشارك في مونديال السيدات. المنتخب المغربي الذي تأهل بفعل أنه أنهى ثانيا في بطولة أفريقيا لكرة القدم للسيدات خلف منتخب جنوب افريقيا. قبل ما المنتخب ديالنا يلعب اول ماتش ديالو ديجا دخل التاريخ، ماشي حيت اول مره غادي يشارك، لا، ماشي حيت هي اول دوله مسلمه عربيه غادي تشارك، لا، دخل التاريخ بسبب واحد اللاعبه عندنا في المنتخب. غتكون عندنا اول لاعبه محجبه ومحتجبه غادي تلعب الكره في كاس العالم النسويه في التاريخ، الاخت نهيله بن زينه لاعبه الجيش الملكي الرباطي. في هاد كوب دو موند غادي يكونوا مشاركين بالضبط 736 لاعبه من العالم كامل، وكيتشكاو منها، راه شفناها في الاول ديال الفيديو ديالنا، كيتشكاو من الرواتب وقالوا انهم كيتخلصوا الربع ديال داكشي اللي كيتخلصوا الرجال، وكيديروا نفس الجهد وكيلعبوا نفس المنافسه، واخا هادشي كامل مهمشينهم. كان هذه المرة مع ملف المساواة في الأجور، إذ يعتبر الفرق في الأجر بين اللاعبين الذكور واللاعبات النساء من المتسابقين في بطولة كأس العالم شاسعاً، وذلك رغم رفع الفيفا هذا العام لجائزة الفرق الفائزة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات إلى 30 مليون دولار مقابل 400 مليون دولار لمنتخبات الرجال. واقع قد يتغير خلال السنوات الخمسة المقبلة وفق مدرب المنتخب الإنجليزي للنساء. وكيقولوا أن هذا الشيء عيب وعار، والسؤال هو علاش الرجالة كيدخلوا أكثر من العيالات في كأس العالم، الدوبل ولا أكثر من الدوبل، رغم أنها نفس المنافسة ونفس المسابقة؟ واش كاين شي سبب مقنع ولا لا؟ أو لا فعلا كاين ظلم وكاينة عنصرية تجاه النساء اللي كيمارسوا رياضة كرة القدم ولا غيرها من الرياضات؟ باش تفهموا هذا الموضوع والفرق اللي كاين بيناتهم خاصكم تخدموا معايا عقلكم كيف ما دارت الفيفا. الكرة قبل ما تكون فرجة هي بيزنس، والفيفا ماشي جمعيه خيريه ما كتفرقش الفلوس. هما هنا باش يدخلوا فلوس، والفلوس في كره عندها علاقه مباشره مع حاجه وحده، الا ما كانتش ديك الحاجه ما كايناش الفلوس، واللي كتسمى الانتباه، لاتونسيون. كنهضروا على الاعين اللي متابعه هادشي، شحال من عين كتفرج. داكشي على السعوديه باش يشهروا الدوري ديالهم، وعن طريق الدوري ديالهم بغاو يشهروا الدوله ديالهم، مشاو جابوا اكبر لعابه في العالم، رونالدو، بنزيما، نقولوا كونتي، فيرمينيو، ميندي، نيفيس، كوليبالي، وزيد لائحه طويله. داروا ميركاتو مبلبل من داك العام حتى لهذا العام هذا. وفاش كيكون الانتباه اوتوماتيكمون الانديه والجمعيات وحتى الفيفا كيدخلوا فلوس. كيفاش؟ بحاجه وحده اللي هما الاشهارات، هما اللي فيهم الفلوس بزاف. عاد نقدروا نهضروا ديك الساعه على التيكيات. من الاشهارات اللي كيكونوا في التوني ديال اللعابه، اللوغو ديال الشركه المشرفه على الاقمصه ديال النادي او الجامعه، اللي كيكون بحال نايك، اديداس، بيما، نيو بالانس الى اخره، حتى لدوك الاشهارات اللي كيكونوا دايرين وسط التيران كامل. وما نساوش الاشهارات اللي كيكونوا كيبانوا في التلفازه قبل ووسط ومورا الماتش.
الماتش. فاش كيكون الانتباه كبير والاعين كثيره كلشي كيكون رابح. بحال دابا في كاس العالم لا فيفا هي اللي كتبيع دوك الاشهارات اللي كيبانوا، وهي اللي كتبيع التذاكر باش تدخل تفرج نتايا في الماتش. وما حد كاينين متفرجين كبار واعين كثار، الاثمنه ديال التذاكر والاشهارات كيطلعوا العرض والطلب. يعني كره الانتباه يساوي الفلوس. دابا باش تفهموا واش كاين ظلم ولا لا، غادي نقارنوا الانتباه اللي كاين في كاس العالم ديال الرجال مع الانتباه اللي كاين في كاس العالم ديال النساء. اخر كاس العالم ديال النساء دارت في 2019. الفيفا صرحات بانه اكثر من 900 مليون شخص اللي تفرجوا في ديك التظاهره، تقريبا مليار. اما الكوب دي موند ديال الرجال الاخرى اللي تلعبات في دوله قطر، الفيفا صرحات باكثر من مليار و500 مليون شخص. 900 مليون مليار و500 مليون، كنهضر على تقريبا 20% ديال الكره الارضيه اللي تفرجوا في كاس العالم قطر 2022. الافتتاح بوحدو، الماتش ديال الافتتاح بوحدو شافوا 500 مليون ديال البشر، النص ديال داكشي اللي شافوا كوب دي موند ديال العيالات كامل. هذا غير الافتتاح. ونقدروا نبرروا بواحد الحاجه اخرى، لان المستوى اللعب ديال الرجال ماشي بحال المستوى اللعب ديال العيالات. الا هضرنا على الفريق النسوي الامريكي لكره القدم، فكنهضروا على احسن منتخب ديال الكره النسويه، ما كيخسروش واي فرقه كيشدوها كيطحنوها. داكشي علاش داو جوج ديال لي كوب دي موند الاخرين، وكيتوقعوا انهم يقدروا يديو الثالثه هذا العام. اي فريق نسوي كيشدوه وكيسلخوا. هذا الفريق الامريكي النسوي لعب ضد الفريق الامريكي للرجال اقل من 15 سنه. الدريات لعبوا ضد الدراري صغار، وهاد الدراري الصغار شدوا المنتخب النسوي الامريكي وعمروه وماركاو عليهم بزاف. وهذا الشيء كيعطيكم الصوره على الوضعيه كي دايره. يعني كاينه واحد الحاجه اخرى اللي هي الاهتمام ديال الناس، ما مهتمينش بالكره النسويه كيف ما مهتمين بالكره ديال الرجال. يعني لا فيفا ما كتدخلش اصلا فلوس باش تعطي الفلوس ولا باش تزيد الاجور. يعني نقدروا نقولوا ان ما كاينش ظلم، وهذا الشيء كيطرح حتى في الرياضات الاخرين. بحال فينال ويمبلدون ديال التنس، الفينال ديال الرجال تفرجوا فيه 3 المرات اكثر من الفينال ديال العيالات، بجوجهم كيدوزوا في نفس الاذاعه BBC. والاشخاص اللي كيختاروا يمشيو يتفرجوا في الرجال ماشي هما اللي كيختاروا يمشيو يتفرجوا في الفينال ديال العيالات. هنا كنهضروا على الاهتمام، وكون كان الظلم كان غادي يكون في حاله وحده، هي الا كان نفس الاهتمام اللي عند العيالات هو نفس الاهتمام اللي عند الرجال. ديك الساعه عندهم الحق يهضروا على الخلاص اللي ناقص على ديال الرجال. وهنا ديك الخرجه اللي دار المنتخب الاسترالي ما عندها حتى معنى، لان الرجال ما كيتشكاوش من العيالات اللي كيتخلصوا 100 ولا 1000 مره اكثر منهم في دي دومين اخرين. حتى لهنا سال الفيديو ديالنا. ما تنساش تعطينا الراي ديالك في كومونتير، ودير لايك وسبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع اصحابك، وكيف ما العاده تهلا.